رقم واحد، الحب بيقوم على المشاعر والإنجذاب، لكن الجواز محتاج التزام ومسؤولية مستمرة. فالبنت ممكن تحبك لكن لما تيجي تفكر في مستقبلها معاك بتلاقي إن الجواز مش بس مشاعر، لكن دي شراكة محتاجة الاستقرار والأمان. فلو هي ما حسيتش بده معاك هترفض جوازك منها. رقم اتنين، البنت ممكن تحبك لكن لما تحس إن أهلها أو محيطها الاجتماعي من الأصدقاء زمايلها في الشغل مثلا ممكن يرفضوك بسبب اختلافات بينكم في المستوى المادي أو العادات أو حتى وجهات النظر حوالين الجواز يعني. فهي ممكن تحبك لكن ما تقدرش تواجه الضغط العائلي ده وتتجوزك. رقم ثلاثة، الجواز بالنسبة للبنت معناه إنها بتدخل مرحلة جديدة من الحياة محتاجة التزامات مالية، التزامات عاطفية، وأحيانا التضحية كمان ببعض المساحات من حريتها الشخصية معاك. فهي ممكن تخاف من كل ده بسبب الجواز، فترفضك لما تيجي تتقدم وتتجوزها. رقم 4، البنت برضه بتحبك لكن ما بتحسش إن جوازها منك هيوفر ليها الاستقرار العاطفي أو المادي اللي هي محتاجاه. يعني على سبيل المثال، هي ممكن تحس إنك غير جاهز ماليا أو غير ناضج بشكل كافي إنك تعمل حياة زوجية مستقرة. رقم 5، البنت بتحبك لكن اكتشفت فيك إنك مش هتعرف تقدم لها مستقبل وطبيعة حياة من اللي هي عايزاها واللي بتدور عليها. يعني هي ممكن تكون عايزة حياة مليانة ترفيه وسفر، لكن أنت عايز حياة فيها بساطة واستقرار، فهي لما تلاقي الفرق ده هترفض جوازك منها. رقم 6، أحيانا البنت بتحبك أو إنها تبقى في علاقة حب حقيقية معاك، هي متخيلة كده، لكن لما تتكلم معاها في موضوع الجواز بتحس إن مشاعرها ما كانتش حب حقيقي، وكانت مجرد إعجاب أو ارتباط عاطفي مؤقت، فترفض الجواز. رقم 7، البنت ممكن بتحبك لكن لسه ما اتخلصتش تماما من مشاعرها ناحية حد تاني أو علاقة قديمة، أو ممكن تكون بتفكر في شخص تاني، شايفة إن هو متوافق معاها أكتر منك على المدى الطويل. رقم 8، احتمال إن البنت دي تكون مرت أو شافت تجربة جواز فاشلة في عيلتها أو صديقاتها، فممكن تحبك لكن خايفة من تكرار نفس السيناريو بتاع مشكلة الجواز فترفض الجواز منك.